السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض كده قرصتين للفطار بسرعة بطريقة سهلة وبسيطة، مش هياخدوا معاكي وقت ولا مجهود. لو عايزة مثلا تفطري الصبح بكوباية شاي او اي حاجة او كده، او حد من الولاد جاي ولسه بدري على وقت الغدا، هتعمليهم بسرعة. هتجيبي معلقة خميرة وعليها معلقة سكر ومعلقتين دقيق ونص كوباية مية دافية، وهتدوبيهم الأول كده، وبعد كده هتركنيهم على جنب. هتدوبي المكونات مع بعض وهتسيبي الخميرة تتفاعل، وهتركنيها دلوقتي تغطيها بطبق وهتسيبيها 10 دقايق أو ممكن 5 دقايق على حسب الجو، لو الجو حر أو برد. هتسيبيها بقى على جنب، وهنبدأ نعمل الخطوات بتاعتنا مع بعض. بصي أنا دوبت الدقيق والسكر وكل حاجة. بعد كده هتجيبي كيلو دقيق، هتحطي عليه كيس بيكنج باودر، وهتبداي تحطيه عندك في العجين. لو انت ما عندكيش عجين وهتعجني في طبق، هاتي طبق واسع تعرفي تعجني فيه، وهتحطي المكونات بتاعتك. هنفضي بس الدقيق بتاعنا. يبقى ده كيلو دقيق، عليه ذرة ملح صغيرة، عليه كيس بيكنج باودر. هتحطيهم في العجان. طبعا انت عملت الخميرة زي ما قلنا وسايباها تخمر على جنب. هتحطي بقى عليها كوباية سكر، وهتحطي عليها كوباية سمنة على زيت. لو عايزة تحطي سمنة بس حطي، عايزة القرص بتاعتك تبقى خفيفة حطي كوباية سمنة على زيت. لو عايزة تحطي سمسم على القرص حطي معاهم برضو من الأول وانتي بتعملي العجينة دي. هنشغل العجان بتاعنا أو هنعجن بإيدينا لغاية ما ندوب السكر والسمنة مع الدقيق. دي أول حاجة. خلاص بصي بقت عاملة زي حبيبات الرمل كده. دوبنا السمنة والسكر مع الدقيق، والدقيق بتاعنا شرب السمنة والزيت كلهم. الخميرة بتاعتنا خمرت. هنجيب الخميرة هنضيفها عليهم، وهنجيب كوباية لبن دافية هتحطيها معاهم، وهتبداي تعجني. طبعا هو مش هيستكفي بكوباية اللبن، انت هتضيفي كوباية مية بعد كده او كوباية لبن تانية، بس يمشي الخطوات واحدة واحدة عشان العجينة ما تطلعش طرية زيادة عن اللزوم معاكي. شغلي العجان بتاعك او عجنيهم. دخلي الخميرة جوه العجين بتاعك او جوه الخلط الدقيق اللي انت عاملاه. كوباية اللبن تبقى دافية ما تبقاش سخنة، عشان العجين ما يبصش منك. والمية اللي حطيناها على الخميرة مية دافية برضو مش سخنة. خلاص انا حطيت كوباية اللبن و... وعايزة بقى تضيفي كوباية مية تانية مع اللبن. ضيفي، عايزة عندك لبن بزيادة عايزة تضيفي كمان كوباية لبن ضيفيها، وحطي الكوباية التانية واحدة واحدة على قد ما العجين ياخد معاكي. ممكن ما ياخدش الكوباية التانية كلها. خلاص كده العجين بتاعنا خلص ولم كده مع بعضه. هتعمليه بس بايدك كده علشان تطمني ان العجينة كلها ملمومة مع بعضها. بعد كده هتغطيه بفوطة او طبق، وهتسيبيه عندك مثلا ربع ساعة. وانتي بتعملي اي حاجة في المطبخ سيبيه، وبعد كده ابدأي اعملي الخطوات بتاعتك تاني. بصي العجينة عاملة ازاي، طرية دايبة معاكي اهي، والسمنة بتاعتها معقولة مش زيادة، علشان القرص دي خفيفة، مش قرص مبسوسة او قراقيش او كده. هنجيب حاجة نغطيها ونسيبها تخمر شوية. انا جبت طبق غطيتها واحط عليها فوطة واحطها في مكان دافي 10 دقايق بالظبط. هتجيبي العجينة بتاعتك وهتبدأي بقى تفرغي الهواء اللي فيها وتشكليها. هترشي بس على صينية او طبق شوية دقيق عشان تقطعي وتحطي عليها ما تلزقش منك في الصينية. هتلمي بقى العجينة بتاعتك كده تفرغي منها الهواء عشان تعرفي تقطعيها،
والله يا جماعة طريقة سهلة وبسيطة، هي مش هتاخد منك مجهود. كل الوقت اللي فيها وانتي بتعملي اي حاجة في المطبخ هتعجنيها، تسيبيها تريح 10 دقايق، وانتي بتعملي الغدا ولا بتعملي حاجة هترجعي تقطعيها، وبعد كده هتسيبيها تخمر وتسويها. وسهلة وبسيطة وهتوفر عليكي عن برا. لو بعدتي جبتيها من الفرن هتكلفك مبلغ كبير. يعني انتي كل القصة جبتي الدقيق وعندك السمنة والزيت من البيت والسكر. هو كيلو دقيق وكيس بيكنج باودر اللي جبتيهم من بره. هنقطع بقى المقاس اللي انتي عايزاه، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، هتقطعيها كده وهتكوريها وهتسيبيها تريح على الصينية بتاعتك وتغطيها فوطة 10 دقايق برضو. يبقى كل مرحلة فيهم هتسيبي بس العجينة بتاعتك 10 دقايق ترتاح. حاولي وانتي بتقطعي العجين تاخدي نفس المقاس علشان يبقوا زي بعض. خلاص انا كورتهم قصادك اهم. هعمل الباقي كده بنفس الطريقة. انتي رشة تحتيه دقيقة عشان ما يلزقش، هتغطيهم بفوطة وتسيبيهم 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هتجيبي الصينية بتاعتك او الصاج، هتبدأي تعملي القرصة بتاعتك وترصيهم في الصاج. بصي خطوات سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد معاكي وقت. بقولك وانتي بتعملي الغدا او بتروقي المطبخ او بتعملي اي حاجة هتشتغلي فيها مش هتحسي بيها. بعد ما تعمليهم كده ترصيهم في الصينية او في الصاج، هتغطيها بفوطة وهتسيبيها بقى ربع ساعة نص ساعة لما تخمر معاكي على حسب الجو عندك. بعد كده هتدخليها الفرن على درجة حرارة 200، وهتبقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده. ما خدتش معانا وقت ومجهود ومش مكلف. وهتحطيها بقى في طبق التقديم بتاعك مع كوباية شاي او شاي بلبن، وبالهنا والشفا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد.